بهدف زيادة وتحسين المردود في محاصيل الطماطم من الناحية الكمية والنوعية، تسعى مؤسسة لابيل بالمنطقة الصناعية سيدي خطاب بولاية غليزان إلى مرافقة الفلاحين من خلال إقامة أيام دراسية وأخرى تحسيسية. الرش تاع الأدوية سواء تاع الحشرات أو الأمراض الفطرية يندار الصباح سلام نديروه الصباح ولا نديروه العشوة ما لازمش الرش، ما لازمش نديروه في درجة حرارة أكثر من 25. أنا معاه نعطيكم معلومة بالك كاين حاجة يفتح قوس مليح. تفاعل كبير وسط الفلاحين الذين حضروا اليوم التكويني وتلقوا معلومات جديدة حول مختلف الأمراض التي تعترض محاصيلهم. نشكر شركة لابيل على دعوة الفلاحين وعلى استضافة شركة BASF. الحمد لله اليوم هذا اليوم استفادينا من عدة معلومات خاصة فيما يخص زراعة الطماطم الصناعية. ماذا بينا الحمد لله احنا هذه الشركات راه كاين تنافس ما بين شركات، ماذا بينا خاصة فيما يخص المفهوم تاع الفلاح. احنا ماذا بينا يجيبوا لنا يعني نبتة فيما يخص الطماطم الصناعية تكون أقل تكلفة، يعني فيما يخص تكون مقاومة للأمراض وتكون تعطينا ان بون روندمون. صراحة أنا نشوفوا الفلاح راه ينشط وراه يتعب، راه يصرف مي الروندمون، النتيجة راهي ما كانش. ماذا بينا تكون عندنا إن شاء الله أصناف جديدة تكون مقاومة للأمراض وتكون يعني تعطينا ان بون روندمون. مهم كانت عندنا معلومات تقليديه، كنا نستعملوا التربه تاعنا ونستعملوا الادويه تاعنا وتحضير التربه وتحضير النبات، كانت عندنا طريقه تقليديه وقديمه. ومع الخبراء اللي هنا وجاوا المهندسين والشركه تاع الادويه اللي وراوها لنا وتحضير تاع التربه والزراعه وكاع، دينا نتيجه بالنسبه طريقه الزراعه الحديثه اللي نستعملوها الان أنا نستعملوها، والحمد لله دينا نتيجه. ومازال حنا دينا ارقام تاع الهاتف تاعهم نزيدوا نتصلوا مع الخبراء تاعنا، والحمد لله ان شاء الله رانا نستعملوها. رانا في 5 سنين ولا 6 سنين رانا نستعملوا هذا مع هذو لي زانجينيير. هذه 3 سنين ولا 4 سنين مع المصنع تاع لابيل راح عندنا هنا. رانا كيما قال لك زلنا كانت عندنا مشكل تاع التسويق، ورانا كيما قال لك رانا كيما راه عندنا شاري مضمون. استفدنا من معلومات من لي زانجينيور وفهمنا، زدنا عرفنا دواوات جو جدد وكيفاش نديروا الدواء باش ما يسبوش الامراض للبشر الكائنات الحيه. الحمد لله، لازم نكثروا منها باش نطوروا في الفلاحه تاعنا وما نبقاوش غير هكذا. هذا المصنع رانا نخدموا معاه راه واحد العامين راني نخدم معاه، حقيقه ما شاء الله يخلصونا مليح. دراهمنا كي نعيطوا لهم يفرسوا لنا دراهمنا، المهم ما شاء الله. تطوير شعبة الطماطم الصناعية بولاية غليزان والولايات المجاورة لها من حيث الكمية والنوعية، وما تسعى إليه مؤسسة لابيل للتكثيف والرفع من قدرتها التحويلية، خطوة إيجابية لتشجيع الفلاحين والمنتجين للدخول إلى عالم التصدير والتسويق من الباب الواسع.